في روايات بتخوفك، بس مش من الوحوش ولا من الدم، بتخوفك من فكرة. روايات لما تقراها تحس إنك بتتنفس بصعوبة، مش علشان الكلمات كتير، لكن علشان العالم اللي جواها ضيق. وحلقة النهاردة من بوك بايتس بالعربي عن واحدة من أعمق وأخطر الروايات اللي اتكتبت في القرن العشرين، رواية 1984 للكاتب الإنجليزي جورج أورويل. أنا مالك، وده صوت ممكن يكون آخر صوت حر هتسمعه. 1984 مش رواية خيال علمي، دي إنذار. بتحكي عن عالم اسمه أوقيانيا، دولة عظيمة قوية محكومة بنظام اسمه الحزب. الدولة كلها تحت عين واحدة اسمها الأخ الأكبر. كل بيت فيه شاشة، الشاشة بتعرض حاجات بس كمان بتشوفك. كل كلمة بتقولها متسجلة، كل تعبير على وشك بيتراقب. ممنوع تفكر، ممنوع تحب، ممنوع تقول لأ. الطاعة مش اختيار، دي غريزة. البطل اسمه وينستون سميث، شغال في وزارة الحقيقة، والمفارقة إنه شغله هو إنه يزور الحقائق، يحذف من التاريخ أي معلومة مش عاجبة الحزب. لو حصل إن الحزب قال على شخص إنه خاين، لازم وينستون يشيل اسمه من كل الجرايد القديمة، يمحيه كأنه عمره ما كان. وأسوأ من كده إن محدش بيعترض. الناس مش بس خافت، الناس بقت تؤمن إن الحقيقة هي اللي الحزب يقول عليها. وينستون كان مختلف، بس مش شجاع. كان بيكتب أفكاره في دفتر، يكتب فيه جملة واحدة: يسقط الأخ الأكبر. بس مجرد كتابة الجملة دي معناها حكم بالإعدام. كان بيخاف، بس كان بيكتب. كان بيشرب عرق، ينهار، يرجع يكتب. ولما قابل جوليا، بنت جريئة متمردة، حس إن لسه في أمل. هربوا سوا، حبوا بعض في السر، ناموا بعيد عن العيون، واتكلموا بحرية. وفي لحظات نادرة حسوا إنهم بشر. بس أوقيانيا ما بتتسامحش. الحزب قبض عليهم، وينستون دخل المكان اللي الكل بيخاف منه، الغرفة 101. كل واحد في الغرفة دي بيتعرض لأكتر حاجة بيخاف منها. وينستون كان بيخاف من الفيران. ربطوه وجابوا له قفص فيه فارين، وقالوا له هنسيبهم ياكلوا وشك إلا إذا خنت جوليا. وفي لحظة انهيار صرخ وقال: اعملوا فيها هي مش أنا. ومن هنا انكسر. بعد شهور خرج، بس ما بقاش هو. قابل جوليا، عينيهم فاضية كأنهم ما عرفوش بعض. اللي بينهم مات. وينستون بقى واحد من الناس، قاعد في قهوة بيبص في الشاشة وابتسم. ليه؟ لأنه صدق، لأنه بقى يحب الأخ الأكبر. الرواية خلصت بالجملة دي: أحب الأخ الأكبر. أنا مالك، ودي كانت الحلقة 9 من بوك بايتس بالعربي. رواية عن فكرة لما تزرعها في الناس تقتلهم وهم عايشين. استنوني في حلقة جديدة، يمكن نرجع نتنفس فيها. سلام.